ناس كتير مستغربين ازاي ميسي قدر يكسب جائزه ذا بيست 2022، ومش بس من الجمهور ده، حتى من لعيبه زي كريم بنزيما، واللي منزل ستوري اتريق عليها فيه على انه هو حرامي. والغريب ان ميسي قبل كام شهر بس كان بره ال 30 مرشح في الكره الذهبيه، وما دخلش تشكيل الدوري الفرنسي، ولا قدر حتى انه يعدي دور ال 16 في الابطال، وحتى ما قدرش يكون من اعلى 50 هداف في الدوري الفرنسي اللي هو اصلا دوري عيان، وادوا له جايزه لمجرد 7 ماتشات بس. يعني مثلا لاعب زي مبابي صنع اكتر من ميسي وسجل اكتر ووصل النهائي زيه، واللي فرق بينهم كان مجرد بلانتيات. ولو المعيار كان الاداء الفردي فحتى بكاس العالم ومع الموسم ككل كان امبابي اقرب، ولو كان المعيار اللي كسب كاس العالم فازاي ميسي خد احسن لاعب في العالم 2010 وما خدهاش مثلا حد زي نيستا او تشافي او ديفيد فيا؟ ولو معاييرها بطولات فازاي ميسي خد بلندور 2019 وهو معهوش غير دوري؟ لو المعايير فرديه ازاي قدر يكسب 2021 من ليفا على تفوق ليفا بالارقام، او السنه دي من بنزيما ومبابي وهم متفوقين عليه فرديا بشكل كبير؟ المهم شاركنا برايك في الكومنتات، انت شايف ميسي يستحق الجائزه دي ولا لا؟